السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا الكنيسة الأرثوذكسية وأساقفة المجمع المقدس وغيرهم قاعدين بيتكلموا عن العبد لله بدون أي رد علمي كنسي على كلامي، وده هتشوفوه بالفيديو بعينيكم النهاردة. بابا الكنيسة الأرثوذكسية والأنبا بولا مطران طنطا والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس والأنبا بنيامين مطران المنوفية، الأربعة وصل لهم الفيديو بتاعي اللي اتكلمت فيه عن القس كيرلس فتحي يوم 23/11/2020. والفيديو ده كان باختصار هشغله في اخر الحلقة ان شاء الله. كان بيتكلم على ان القس ده اعترف بوجود اخطاء علمية في الكتاب المقدس مع ايمانه بوحي الكتاب. ده باختصار التسجيل اللي انا عرضته للقس كيرلس فتحي. لكن يا ترى كان رد الكنيسة عبارة عن ايه؟ هل طلع حد رد على كلامنا مثلا يعني؟ ما حصلش. الكلام ده ما حصلش على الإطلاق. كل اللي حصل إن هم طلعوا قالوا للقس بعد اجتماع لطيف معاه إن ما ينفعش كده، فطلع قال أنا مؤمن بوحي الكتاب وخلاص على كده وشكرا. أنا هشغل لكم الفيديو بتاعه إن شاء الله في آخر الحلقة زي ما قلت، والفيديو بتاعي كان بتاريخ 23/11/2020. التسجيل ده هو بفضل الله سبحانه وتعالى أنا الوحيد اللي اتكلمت عنه، يعني جبت التسجيل وكتبت تعليق عليه وأنا شخص غير مسيحي. التسجيل وصل لرجال الكنيسة الأرثوذكسية وضغطوا على القس عشان يتراجع. المهم طلع الأنبا بولا وقال إن حد بعت له برنامج غير مسيحي بيهاجم المسيحية بسبب القس كيرلس فتحي، وقال إن هو أرسل الفيديو ده للأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، ومفيش أي حاجة حصلت إلى الآن. والنهارده الجمعة وده اللي قاله الأنبا دانيال. الحقيقة أنا من جهة المسؤولية أنا بعت الكلام ده وكتبته في رسالتين بالتحديد لنيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، هو بيشيل عبء كبير كتر خيره الحقيقة. وبعدين حد بعت لي من الخارج برنامج لغير مسيحي بيهاجم المسيحية وبنى هجومه على الكلام اللي قاله أحد أباء كهنة المرقسية فيما يخص الكتاب المقدس. لغير مسيحي بيهاجم المسيحية وبنى هجومه على الكلام اللي قاله أحد أباء كهنة المرقسية فيما يخص الكتاب المقدس. برضو بعته لنيافة الأنبا دانيال. إذن بعت له مرتين، وفي الآخر أنا اتصلت بيه أشرح له خطورة السكوت على الموضوع. والحقيقة النهاردة الجمعة لم أرى أي رد فعل من الكنيسة. معنى الكلام ده ان احنا صوتنا بيوصل بفضل الله لجوه الكنيسة، ومع ذلك مفيش الى الان رد كنسي على الكلام اللي بفضل الله سبحانه وتعالى بنعرضه ليكم في القناة، لان احنا اصلا بنعرض كلامهم هم في اثبات تحريف الكتاب المقدس. انا لما اطلع اقول البابا توادرس بيقول بضياع اصفار او رسائل بولس في كتابه مفتاح العهد الجديد الجزء الثاني صفحه 124، هيطلعوا يقولوا ايه المفروض؟ المهم ان انا وقتها عرضت تسجيل القس كيرلس فتحي وقلت كذا خطا علمي في الكتاب المقدس. الانبا بولا بدل ما يرد طلع قال ان هو ارسل الفيديو للمسؤولين في الكنيسه وذكر الانبا دانيال، ومفيش رد. هو بيقول النهارده الجمعه اللي هو يوم 27. ليه بقول النهارده الجمعه اللي هو يوم 27؟ اللي هو اليوم اللي بيتكلم عنه، لان انا شغلت او عملت الحلقه بتاعتي يوم 23/11 وهو بيقول ان لحد دلوقتي والنهارده الجمعه مفيش اي رد. بعت له مرتين، وفي الاخر انا اتصلت بيه اشرح له خطوره السكوت على الموضوع. والحقيقه النهارده الجمعه لم ارى اي رد فعل من الكنيسه. بيان الكنيسه صدر يوم 29، فمعنى كده ان هو كان بيتكلم يوم 27. الانبا بولا بيقول ان هو بعت رسالتين للانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس. الانبا بولا بيقول النهارده الجمعه يعني يوم 27 ولم يسمع اي رد، يعني في خلال 6 ايام بعت له رسالتين عشان يكون في حركه وياخدوا خطوات لإسكات وتكميم القس. السؤال بقى فين الرد على الكلام اللي اتقال؟ متخيلين مجرد تسجيل للقس بوجود أخطاء علمية في الكتاب المقدس الدنيا اتقلبت وبيبعتوا رسائل للمجمع المقدس بالصورة دي. الفيديو اللي أنا عملته كمان وصل للبابا توادرس وطلع اتكلم وقال إن في ناس لا تعير الكلمة احتراما، عملت فضيحة بالفيديو، والموضوع كان ممكن يتحل بجلسة هادئة. ده اللي حصل مثلا مع الواقعة الأخيرة بتاع كيرلس فتحي. هو الشخص هو بيتكلم ما قدرش يظبط التعبير بتاعه. المقصود ده هو كاهن وقور جدا وخادم حلو خالص، ياخدوها الاشخاص اللي ما بيعيروش الكلمه احتراما، ياخدها وينشرها ويتكلم ويفضح ويعمل ويطلع ناس ثانيه تتكلم وتبقى حكايه موقعه كبير. كان ممكن تتحل بجلسه هادئه مع الشخص. جلسه هادئه، عارف انا الحركات دي. هو ده يا جماعه اسلوب الكنيسه من زمان، بتخلص الموضوع كله في الغرف المغلقه. اللي هو كاهن قال اخطاء علميه في الكتاب المقدس، طب تعالى
نقعد معاه 3 اساقفه، 3 من المجمع المقدس او غيره، وطبعا هو مسكين هيطلع يقول لا يا جماعه انا لا ده انا اخطات طبعا. هيعمل ايه طيب؟ ما هو اكل عيشه برضه. انا مش ببرر، انا بقول الواقع اللي انا شايفه. لا، والمضحك في البيان ان هم حاطين النص، او على لسان القس بقى النص اللي هو بتاع كل الكتاب وموحى به من الله. هو اصلا في التسجيل بيقول ان احنا مؤمنين بالوحي، بس برضه في اخطاء علميه. يعني ايه الجديد اللي قاله البيان؟ ما تعرفش. التحريف والاخطاء العلميه شيء واضح جدا في الكتاب المقدس، وده اللي بدأ يعترف بيه كتير من العلماء والاباء، وعلى رأسهم البابا توادرس نفسه. وزي ما قلت اللي اعترف باعترافات صريحة جدا بان في رسائل من رسائل بولس ضاعت. السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول، لا دي لها تفسير تاني، بس في اسفار ضاعت. ومش البابا توادرس بس، ده الاباء قديما وحديثا اعترفوا بضياع اسفار في الكتاب المقدس عادي جدا. زي مثلا القمص بولس عطية كان عامل كتاب اسمه الكتاب المقدس والقول بالتحريف، واعترف ان في اسفار ضاعت زي سفر ياشر وسفر حروب الرب. الاباء اللي اعترفوا بتحريفات في الكتاب المقدس اكتر من ان احنا نقعد نحصر اسمائهم بس، وبعض الكلام اللي هم قالوه في حلقة او 2 أو 3. تدرس يعقوب وغيره وغيره وغيره. مسألة التحريف امر واقع، محدش يقدر ينكر موضوع تحريف الكتاب المقدس. المهم ان في واحده مسيحيه اتصلت بالانبا بنيامين وقالت له ايه دور الكنيسه من كلام القس كيرلس فتحي. لكن الهرطقه اللي انزلق فيها ابونا كيرلس فتحي، ودي طبعا ضد الكتاب المقدس، وبينسب اخطاء للكتاب المقدس وبيشوه كلمه ربنا الحيه الفعاله. ايه دور الكنيسه في موقف زي كده؟ وهل يعني هنستنى لما الناس التانيين يقولوا يعني اذا كان ده ايماننا وعقيدتنا والدستور بتاعنا وبنشوهه كده، يبقى احنا بقينا ايه؟ انتوا المشكله كلها عندكم ان المسلمين يوصل لهم التسجيل، لكن عادي ان كاهن يقول كده في عدم وجود المسلمين. المشكله عندهم وجود المسلمين. ليه؟ عشان هيستغلوا القول اللي بيقولوه القساوسه والاباء دول بتحريف الكتاب او بوجود اخطاء علميه في الكتاب، ويقولوا كده يبقى الكتاب محرف، وده اللي عايزينه المسلمين او ده اللي بيسعوا اليه يعني من وجهه نظرهم. وكده وقتها هنشكك المسيحيين في ايمانهم. الضعف الكنسي مش شيء جديد. اي صوت داخل الكنيسه بسبب انغلاقها بيتكمم، ولذلك هي اضعف ما يكون في الرد على النقد بتاعنا. لازم الكنيسه ترد علينا وعلى اسئلتنا. احنا بنسال، البابا شنودة طلع قال زكريا بطرس بيسال وانت اسال، وادينا بنسال. فين الرد؟ حاله الغلق لا يمكن تستمر. المسيحيين انفسهم منتظرين من القساوسه بجد انهم يردوا على الكلام اللي احنا بنقوله لو عندهم رد. عشان كده بيبعتوا للانبا بولا وبيبعتوا للقمص ارميا بولس. وطبعا زكريا بطرس نايم في الخط ما بيعلقش على اي حاجه، هو ماشي في طريقه كده مع نفسه، لكن احنا منتظرين رد منهم. جزاكم الله خير. لا تنسوني واهلي من الدعاء، ولا تنسوا نشر الرابط على مواقع السوشيال ميديا لكي تعم الفائده. واهلا بيكم واهلا بكل باحث عن الحق، وانتظروا حلقه صادمه ان شاء الله قريب جدا هسجلها. السلام عليكم. ولا أي مشكلة ولا ننتقص من الكتاب المقدس على الإطلاق إن يكون فيه أخطاء علمية. وهدي لحضراتكم مثلا، لو أنا دلوقتي نفترض إنه في أي كاتب مسيحي مرتشد بالروح القدس بيكتب موضوع روحي، خلاص، وهو بيكتب في الموضوع الروحي ده جاب سيرة نظرية الانفجار العظيم اللي هي البيج بانج، اللي العالم دلوقتي بيقول إنه هو ده تفسير كيف خلق الكون، والعالم خلاص يعني متفق لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي على انه البيج بانج هو اللي بيفسر كيف نشأ الكون. فالكاتب المسيحي اللي بيكتب بارشاد من الروح القدس بيكتب في موضوع روحي يعني، بس هو بيكتب في الموضوع الروحي ده جت السيره فكتب انه العلم بيقول كذا 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 دلوقتي، خلاص. وبعدين بعد 2 3 جه علماء تانيين قالوا انه لا يا جماعه، في الحقيقه مش نظريه الانفجار العظيم هي اللي بتفسر نشأة الكون، ده في نظريه تانية خالص. سؤالي، هل اقدر احاسب الكاتب ده اللي كتب بارشاد من الروح القدس في موضوع روحي خالص على انه حط قصه نظريه الانفجار العظيم دي في القصه ولا لا؟ لانه يعني موضوع برضو الارشاد بالروح القدس يمكن اتكلمنا في الموضوع ده امبارح، انه اباء الكنيسه في الحقيقه اللي كتبوا بارشاد من الروح القدس. اللي كتب ده اقدر احاسبه واقول له ان انت كان المفروض بقى وانت تكتب النظريه الحديثه مش النظريه القديمه بتاعت البيج بانج.
اعتقد ان الكلام ده مش منطقي. يعني ايا كان، انا مش يعني عارف ان الموضوع ده ممكن يبقى موضوع شائك شويه، يعني الناس ما تتقبلوش شويه، بس خليني اقول انه يعني في رايين. في راي بيقول انه لا، الكتاب المقدس ما فيهوش اخطاء علميه، وفي راي بيقول انه حتى اذا وجدت بعض الاخطاء، لان الكاتب اللي بيكتب بالكتاب المقدس سواء كان في العهد القديم او في العهد الجديد صحيح هو بيكتب بارشاد من روح القدس. عشان ايه؟ عشان خاطر العلاقه اللي ما بين ربنا وما بين الانسان، عشان خاطر الناحيه الروحيه. انما في نفس الوقت هو بيكتب من خلال الثقافه اللي هو موجود فيها. ما هو موجود في ثقافه معينه، في معتقدات معينه موجوده، في علم وقته كان في علم، والعلم ده كان على قده، يعني كان علم كده، العلم المحدود يعني. وبالتالي ممكن جدا، وارد جدا انه ياخد من البيئه ومن العلم اللي موجود. قد يكون العلم ده غلط، بعد كده ثبت انه غلط، زي ما دلوقتي زي ما بقول لحضراتكم واحنا وبنتكلم بنقول ان نظريه الانفجار العظيم هي النظريه اللي من خلالها الكون، وبكره ممكن يبقى في حد تاني يقول يا جماعه النظريه دي مش مظبوطه، وفي نظريه تانيه. فتاني، الكتاب المقدس مش كتاب علم وملوش علاقه بالامور العلميه، وما ينفعش ان احنا في الحقيقه احنا كده يبقى بنصغر الكتاب المقدس، او يعني ان احنا نخليه بس مجال للبحث العلمي. طبعا يعني في اخر المحاضره هبقى احب اسمع تعليقاتكم وتعليق ابونا مرقس، طبعا اكيد هستفاد اكيد يعني. تسجيل صادم بكل ما تعنيه الكلمة. قس أرثوذكسي لسه في الخدمة بيقول كلام زي ده عن الكتاب المقدس.